عملنا اقوى فراخ مقليه كريسبي وكرانش، هتسمعوا صوتها في اخر الفيديو مش دلوقتي طبعا. من غير كلام كتير تعالوا نشوف عملنا ايه النهارده. الفراخ دي وراك مخليه معموله كده وصدور. هنعمل شويه سندوتشات بوراك وشويه سندوتشات بصدور. طبعا الوراك بتبقى اطرى ولكن هي بتبقى اتقل بكتير خاصه لما بتبقى مقليه. الوراك كده كده مش هنعمل فيها اي حاجه، هنتبلها على طول زي ما هي كده بالظبط. الصدور هي اللي هنقطعها. اول حاجه هعملها هشيل الحته اللي هي الفليتو اللي هي الموزه دي بقى ممكن تحوشوها تعملوا بيها ستريبس او حاجه. ايدي كده وبالسكينه هحاول طبعا اطلع اتنين بالظبط زي بعض. والله يعني كويس احسن مما فيه. كده خلصنا تقطيع الفراخ. ملح، فلفل اسود، بابريكا، شطه، بصل بودره، توم بودره، واخر حاجه شويه من الام اس جي او الملح الصيني. الام اس جي مش بيموت عادي. المياه المكربنه، مكربنه ولا مكربنه؟ فيها ستيم زي ما سمعتوا فيس كده. وشويه هوت صوص. ازازه هوت صوص. 3 معالق دقيق. هي الفراخ ما بتقولش لا عامه، يعني احط لها اي حاجه بتمشي. طلع بيبسي. هتدخل الصدر ايوه. ده كده القوام بتاعها. نجيب بقى الفراخ والوراك، وبعد ما حطيت كل الفراخ في التتبيله هضطر اعملها بايدي لان الجلوفز اللي عندنا مقاسها صغير. الله، لا سيبها تتبل ساعتين 3 4 5 يوم، 24 ساعه المفروض يعني تتبل. ودلوقتي بقى هنعمل الليمون بيبر صوص او صوص الفلفل والليمون. ازازه كامله من الهوت صوص. كفايه قوي كده. وهحط على الهوت صوص ليمون بيبر باودر. ده عباره عن شطه، ملح، ليمون، وشويه توابل كده. ممكن ابقى اكتبها لكم لو عايزين. ليمونه، وعايزين بشر ليمون. واخيرا وليس اخرا هنحط بقى دلوقتي صوص لوحده حوار، يعني قالب الدنيا، وهو الهوت هاني. الهوت هاني ده احنا اللي عملناه بس ما صورناهوش. لو عايزين نصوره اكتبوا لنا في الكومنتات. وده قوام الليمون بيبر صوص. طبعا لو حطينا الصوص سخن قوي كده على الفراخ وهي سخنه، الفراخ هتتحول لعجينه. ودلوقتي بقى الفراخ دي قلبة الدنيا، يعني احنا كنا من اوائل الناس اللي عملنا الوصفه بتاعتها والناس استغربت هي بتتعمل كده ازاي، ولكن هي دلوقتي بقت يعني الناس كلها تقريبا بتحبها، فقررنا نصورها تاني ونعملها تاني عشان احنا بنحبها. هنعمل بقى دلوقتي سر طعم الناشفيل المميز. تمام كده؟ انت اللي قلتي لي قول مميز. مميز ايوه. وكأي وصفه حلوه بتبدا بملح، ملح صيني او احادي جلوتامات الصوديوم او ام اس جي. والام اس جي هو حمض اميني موجود في الطبيعه بصوره طبيعيه في الطماطم والمشروم وبعض الاشياء الاخرى. شطه، بابريكا مدخنه، بودره ثوم وبودره بصل، سكر بني. وكده نكون عملنا اساس الفراخ الناشفيل. هناخد جزء من الميكس ده هنا، والباقي ده هتشوفوا هيحصل فيه دقيق، نشا كده، ملح، وشويه صغيرين قوي بيكنج باودر. كده الفراخ بيطلع لونها افتح. لو انتوا هتعملوا الفراخ لوحدها كده من غير صوصات سندوتشات، ممكن تحطوا نفس التوابل اللي احنا استخدمناها في تتبيل الفراخ على الطبقه الخارجيه للفراخ. طيب في القلي نصيحه، استخدموا اتقل طاسه عندكم. طبعا لازم نحط نقطه زيت. طلعها من التتبيله، انزلها في الدقيق، نغطيها كويس بالدقيق، اقلبها من فوق لتحت كده. هطلعها من الدقيق، هنفضها كده وانزلها في الزيت. ممكن تقلوها مره واحده او ممكن تقلوها مرتين. انا النهارده هقليها مرتين. هطلعها وهي لسه لونها فاتح. هرجع بقى الفراخ في الزيت تاني. طبعا في الطبيعي بعد ما قليتوا الفراخ وطلعتوها تطفوا على الزيت، بس احنا مش هنطفي على الزيت.
هنجيب الميكس بتاع الناشفيل وناخد من الزيت السخن وننزل بيها على التوابل. الله، واحده كمان ونقلبه. لو التوابل ما فرطش كده جواه يبقى الزيت بارد، يبقى احنا كده عملنا حاجه غلط. وكده عملنا اقوى ناشفيل. والى هنا اصدقائي الاعزاء انا كده دوري خلص. الماستر واللي لازم يقفل الكلام ده ويطلع السندوتشات اللي شكلها جامد ويعني عايزين تنطوا في الفيديو عشان تاكلوها طبعا الاستاذه شيماء. بتهيالي بعد الفيديو ده هتعرفوا احنا تقريبا بنصور الفيديو امتى وبننزله امتى، لان انا مش عارفه بالظبط انتوا هتشوفوا الفيديو ده امتى. يعني انا ده اول فيديو صوره بعد الحوار اللي حصل في عينيا وكده، ويعني اللي عايز يعرف اللي حصل في عينيا يبقى بقى يرجع يشوف، عشان مش عايزه افتكر ولا عايزه اقول. هناخد بقى حته فراخ من المقرمشه اللي مسعود عملها ونحطها جوه الزيت بتاع الناشفيل، نغرقها بقى، هنطلعها وكده نبقى عملنا احلى تشيكن ناشفيل. خليها هنا. اللي انا خدتهم دولت التندرز اللي مسعود طلعهم، ولازم بقى ناخد حته من الورك علشان نحطها في الناشفيل صوص. حته الفراخ اكبر من البوله فهنقلها علشان الكراست ده ما يتكسرش ولا يتشال من عليها. الورك بقى ده مش هيطلع هنا، هوريكم هطلعه على ايه. هجيب بقى عيش بريوش محمصاه في الزبده. الناشفيل بيليق معاه جدا الرانش صوص، فهحط رانش كده، خيار مخلل وحته جبنه امريكيه. دلوقتي بقى هنجيب قطعه الناشفيل فرايد تشيكن دي، هنصفيها شويه ونحطها على الساندوتش ده. هقطع كده خس شرايح رفيعه قوي، هحط عليه رانش صوص، هقلبه معاه. هنقفل بقى على الساندوتش ده، وكده عملنا اجمد تشيكن ناشفيل ساندوتش. بصوا شكله عامل ازاي. الساندوتش بقى ده بما ان هو بيسك ساندوتش، احنا عايزين نبسط الدنيا، فهنحط عليه الصوص اللي هو البيج بوم صوص اللي احنا عملناه في حلقه من سلسله البرجر. اللي ما شافهاش يروح يشوفه عشان يعرف هو بيتعمل ازاي. شويه من الخس، قطعه من الفرايد تشيكن، وبما انه ساندوتش بسيط فانا مش هحط حاجه تاني غير قطعه من الجبنه، وهنقفل على الساندوتش. وكده عملنا اسهل فرايد تشيكن ساندوتش. الساندوتش ده برضو هيكون بصوص احنا عملناه مع بعض قبل كده في سلسلة البرجر، هو الترافل مشروم بارميجان صوص. هحط خيار مخلل، امريكان تشيز، واخر حبة من الصوص رشة بارميجان. وكده نكون خلصنا الساندوتش. بصراحة صعبان عليا ان انا اغطيه، بس يلا بقى مش مهم اهو. دلوقتي بقى محتاجين الليمون بيبر صوص، قطعة من الفراخ المقرمشة هنغرقها بالصوص. بصوا شكلها تحفة ازاي. وهحطها على عيش بريوش عليه مايونيز وقطعة امريكان تشيز. كده عملنا احلى ساندوتش فرايد تشيكن بالليمون بيبر صوص. هنجيب باقي الفراخ اللي عندنا، حط معاهم الليمون بيبر صوص. فاكرين الميكس اللي مسعود شايل منه على جنب ده، هنرشه على الناشفيل فرايد تشيكن. خيار مخلل، تعالي ناخد وان بيس. ماشي. مقرمشه، بس مش مقرمشه القرمشه اللي هي تقعدوا بقى توجعوا اسنانكم. جامده، وعلى فكره سهله جدا. ناشفيل بقى ولا نبدا في سندوتشات؟ بصوا الساندوتش ده تسخين كده بصراحه. الفراخ لوحدها حاجه، والفراخ مع الصوص والجبنه والخس في حته تانية. نسخن الدنيا شويه بقى بالناشفيل فرايد تشيكن ساندويتش. قبل ما ناكله ندوق الفراخ نفسها. وانا بس في حاجه عملتها غلط يا جماعه، انا والله تعبانه بجد، انا اسفه. المفروض ان الناشفيل الفرايد تشيكن يعني بعد ما تطلع من الزيت تتحط على مصفى او تتحط على شبكه علشان تنزل الزيت اللي فيها. ناشفيل فرايد تشيكن بصوا من جوه حراقه مسكره. لازم اقول بوم 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 والله. انا هسحب البوم من الناشفيل بس كده لوحدها وهديها للساندوتش. ودلوقتي بقى لازم نهدي الدنيا تاني.
ترافل مشروم بارميجان فرايد تشيكن ساندوتش. وده شكل الساندوتش من جوه. ده تحسه لابس بدله، يعني محترم زياده عن اللزوم. طعم الترافل مع الزبده والبارميجان. فرايد تشيكن ساندويتش بالليمون بيبر صوص. تقريبا مفيش حاجه احلى من كده. حراق، حلو، حامض. اصلا الهوت هاني نفسه لوحده كان حلو، بس طبعا الصوص ده علشان كمان فيه المزازه وفيه التوابل الزياده دي فطعمه احلى بكتير. انا بالنسبه لي هسحب البوم من ناشفيل وهدي ده بوم 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 بوم, بوم بوم. وكده نكون عملنا فرايد تشيكن ناشفيل فرايد تشيكن، وكمان عملنا 4 سندوتشات مختلفه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ونشوفكم الفيديو الجاي.